انا كمراقب اشوف ان انا اشوف ان المعارضه قاعد تتآكل، وبنفس الوقت شعبيتها قاعد تتراجع. بالضبط. والطحن والشتايم اللي قاعده تصير بين بعض الكوادر او بعض رموزهم في تويتر او على صفحات الجرائد اعطت صوره سلبيه صحيح للناس، بغض النظر تتفق تختلف. انا اقول لك لا انقل انا متفق معك. أنا ما يحدث في الشارع. انا متفق معك ان الاغلبيه تتآكل. الاغلبيه يعني مشكله الاغلبيه الان، انا ما اتكلم المعارضه ككل. لا انا اقول المعارضه ككل. المعارضه ككل. شوف انا اقول لك المعارضه الان، الاشكاليه الان اصبحت يعني بين مطير بالذات، بين رامسان البراك وبين عبيد الوسمي، اصبح شيء يعني واضح للعيان. ليش نحط المعارضه في اشخاص؟ ليش نقدس الاشخاص؟ تعجبني لان انت معارضتك الان، يعني شوف الان مسلم البراك عندما كان في موضوع الحكم عليه والقبض عليه، صار بالكويت الان شخص واحد. انت مشكلة الان انت قاعد تتعامل مع اشخاص، ليس اختيار سياسيه ولا احزاب سياسيه ولا شيء. انا مع المعارضه، اتفق معك انا ان المعارضه تتآكل، يعني تعامل مع الموجود. اصبح لكل فئه من المعارضه نشاط الخاص، وبالتالي هم ناس يعني ان صح التعبير بين قوسين دايخين الجماعه الان.